السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ظل الظروف الحاصلة والوضع الحاصل بالبلد وكل الناس ما شغالة وتوقف تقريبا مصدر دخل أسر كثيرة جدا، فلاقتني رسالة في الفيسبوك صراحة زادت الألم آلام. صاحب الرسالة بيقول فيها كيف قادرين تتصرفوا وبتصرفوا على أسركم من وين، وبتاكلوا وبتشربوا كيف. فرد عليه واحد من الشباب الناشئين في العمل الطوعي، وصراحة يعني رسالته ريحتني راحة شديدة جدا. اللي هو قال له أبشر، الناس بالناس، الناقصك شنو وبتموا لك. ديل أهلي، ديل السودانيين، نحنا والله يعني ما محتاجين للمنظمات الهسي حاليا بدأت تستغل في الوضع الحاصل وبدأت تنشر على أنه لاجئين السودان. يا أخي ما في مخيم واحد بتاع لاجئين سودانيين، نحن بنشيل بعض ونحن قادرين أنه نمرق ونساعد المحتاج فينا، نمرق نفسنا من الأزمة بنفسنا، ما محتاجين لأي دعم وما محتاجين لأي شيء. لكن حابة أنبه يعني بعض الناس، يعني رسالة الزول ده يمكن يعني بتبين انه في بعض التقصير او عدم الانتباه من ناس معينين. والله انا متأكدة انه لو الواحد عارف انه جاره او القريب له حاصل لكده ما حيقصر. والفيديو ده عملته ويعني بس داير ادي افكار وعشان الناس بس تنتبه للناس جيرانهم وللناس القريبين لهم. شباب الحي اللي قاعدين في الشارع عارفين البيت الناس أسرته بتكون محتاجة، النسوان في البيت يعني الواحدة عارفة ظريف جارتها عامل كيف، فانتي تقومي يعني من طبختك الطبختيها دي طلع لك صحن على اساس تدي لجارتك. وشباب الحي ليه ما نرجع الحركة بتاعت برش رمضان، الناس تطلع بسفرة فطورة في الشارع وتطلع بسفرة غداها في الشارع. أنا ما بتكلم عن الأحياء اللي فيها ضرب هسي حاليا، لكن في أحياء ناسها لسه قاعدين، يعني المرقوا ديل مرقوا ومشوا على أهلهم وخلاص، لكن في ناس لحد الآن قاعدين في الخرطوم وما قادرين يتصرفوا وما عندهم مصدر دخل وبنكك واقف. فالناس تمشي تطلع على الجيران في الشارع، تخطوا برشكم وتقعدوا بفطوركم وبغداكم، وبإذن الله يعني الواحد بيلقى ثواب. كون الواحد يتفقد جاره دي براها يعني حاجة عظيمة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى لحد 7 جار. والمغتربين اللي بيرسلوا مصاريف لأهلهم حاولوا أنه تزيدوا مصاريفكم دي على أساس أنه أهلكم ذاتهم يقدروا يساعدوا الناس اللي حولهم. ما كل الناس هسي حاليا يعني في أصحاب شغل اليوم، الناس دي كلها قاعدة هسي حاليا عاطلة عن العمل تماما، والله ما عندهم الواحد يكون حق اللبن اللي بيجيبوا ليه ولده. أصحاب البغالات اللي عندهم ذمة وعندهم ضمير، الواحد اللي طلع زكاته، انت عارف في جيرانك، عارف منو المحتاج ومنو الما محتاج، فانت طلع زكاتك. الواحد لما يجي يطلب منك حاجة او يشتريها قول له تمنها مدفوع، المهم ما تجرح خاطره وفي نفس الوقت حاول تساعده بطريقة غير مباشرة. انا والله بناشد اهالي السودانيين المحرية فيهم الحاجة دي ابدا. طبعا ما بتكلم عن التجار اللي استغلوا أزمة الناس وحاولوا بيقوا الحاجة اللي ب1000 جنيه بقت ب10,000. انتوا ناسين الموت، ناسين يعني لقاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تعالى أن يقعده في النار. انت مستعد للكلام ده؟ مستعد لليوم ده؟ بترفع سعر الحاجة عشان تتاجر بأزمات الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وخليك عارف أنه ما في فرق بينك وبين السرق ونهب حق الناس غصبا عنهم. الله يهدينا ويهديكم، وإن شاء الله كلامي ده يكون سبب لأنه الناس تراجع ضميرها وترجع الأسعار زي ما كانت وترحم يعني الناس الفيهم مكفيهم ما ناقصين غلا فاحش وزيادة أسعار تخليهم أنهم ما قادرين يأكلوا ويشربوا. وبعيد مناشدتي تاني لأصحاب القلوب الرحيمة والشهامة من السودانيين أنه يفقدوا جيرانهم ويفقدوا حولهم، وأنه يحاولوا يغطوا ويرفعوا بعض زي ما عرفنا العالم كله أنه نحن شعب متكاتف، نفضل كده بإذن الله في أصعب الأوقات وفي أصعب الأزمات. أسأل الله أنه يعم الأمن والسلام في السودان، وأنه يكون كما يحب ويرضى، ويرحمنا يا رب العالمين برحمته الواسعة. فتكم بعافية وفي أمان الله.